السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ اتمنى رب تكونوا بخير في احسن صحة وفي احسن حال. الحمد لله انتصر الحق وانتصر العدل وانتصر الفير بلاي. الحمد لله خلص ماتش صن داونز والهلال. الماتش يعني مش قادر، انا كنت في المنصورة ساعتها. مصر كلها مشغلة الماتش. مصر كلها مشغله الماتش، مفيش حد قاعد من غير ماتش. اللي شغال مشغل الماتش، القهاوي كلها مشغله الماتش، والناس بتتفرج ولا كأن الاهلي بيلعب. يعني دي لقطه من الحاجات كده على الجانب الاخر. يعني حاجه، يا جماعه احنا بنعشق الاهلي بطريقه وبنحب الاهلي بطريقه اللي هو يعني الاهلي ده حياتنا. والله الاهلي ده حياتنا. تمشي النهارده في كل حته كلها مفيش حد بيتكلم عن الماتش. تمشي لو سمحت يا كابتن، كام الماتش، كام مش عارف. اقسم بالله النهارده الواحد شاف كميه فرحه وحته ان هو يعني الناس بتتكلم مع بعض. مع الصوره المنفعله شويه. الناس النهارده كانت بتتكلم مع بعض اللي هو انت اهلاوي، انت اخويا. اهلاوي يعني اخويا. عامل ايه ده الاهلي حلو، الاهلي اللي قصدي الماتش بيتعادل والحمد لله احنا كنا نصعد. امال جت ركله الجزاء، تشوف تعبير وش الناس في القهاوي وفي الشوارع. يعني مصر بتلعب وخسران، الاهلي بيلعب وخسر. حاجه بمنتهى العظمه. يعني اللي الواحد شافه النهارده عظمه. يعني انا ما شفتش كده قبل كده. ماتش مالوش علاقه بيه، بس احنا فاهمين حوارنا، احنا لازم نصعد. بس الجمهور الاهلاوي يعني عمل الواجب النهارده والحمد لله. هو ده على المصريين وده على الاهلاويه بالذات. وكرم ربنا علينا بجد، وانتصر الفير بلاي في الاخر والحمد لله. آه، اتمنى بس ان احنا ما يحطناش في الموقف ده تاني. انا امنت ان احنا ملوك الدقيقه 90، مش بس في الملعب، لا حتى في الصعود. امنت ان احنا ما نصعدش من دور المجموعات ده مرتاحين. مفيش مره تقريبا الواحد نفسه في مره كده يشوف الاهلي بنصعد عامة كاملة مثلا، نصعد من غير حوارات وقف شحنات. لا، لازم كل مرة كده. بس خلاص يعني طالما انت كده احنا يا عم معاك واردين على كده. الحمد لله النهارده ماتش صن داونز النهارده مش يعني ما كانش بيع الماتش، لا بس اللي هو بيلعب فاهم. مش هاممني، انا براح لعبت اللعبه بتاعتي مش هتجري، ما مش هنجتهد، مش هنع... يعني شطين الفارق بين الصن داونز وصن داونز. بغض النظر، بغض الدخول في التفاصيل، الاهلي يعني الماتش الجاي مع الهلال ماتش الصعود. ده انا بص فرحان بيها قوي. الهلال ده جاي هنا يتحط عليه نكسب. لازم الهلال يجي هنا يتحط عليه نكسب، وفي سكور كام وبسكور كمان. نريح نفسنا من اول ماتش. وكويس ان هو اللي حصل معاك في اول مجموعه، اول دور مجموعات، احنا بقى نكون السبب اللي هنخرجهم. ده يعني بص احسن رد. ده احسن رد ممكن الواحد. لو انت بتكتب سيناريو كده انت مش هيمشي بالطريقه دي. والله العظيم. وركله الجزاء ده كرم ربنا بقى، اللي هي حساب ركله الجزاء وتضيع. لو كانت جت خلاص كل حاجه خلصت، ما كانوش هيلحقوا يسنطروا اصلا. الحكم النهارده عليه علامات استفهام كتير. ركله الجزاء فيها تسلل. فالحمد لله ربنا كان معانا، وربنا الاول من كل شيء كان معانا، وانتصر للحق. بس ده اللي انا هقدر اقوله. إيه، ان شاء الله الكوره في ايد او في رجل لعيبتنا الماتش الجاي نكسب، وبالله فرق سكور. وندي بقى ثقه للجمهور، لينا كجمهور، وثقه للعيبه اللي هو احنا قادرين وهنعمل اللي احنا عايزينه. احنا مفيش حد يقدر يوقفنا. لازم نبان العين الحمراء اول ماتش الهلال. بس ده اللي انا عايزه. وان شاء الله ربنا يكرمنا. والحمد لله الحمد لله الحمد لله. الاهلي يعني مستمر او موقفه بايده، وان شاء الله هيصعد وهنخرب الدنيا وهنصعد. وبص والله انا كنت بتكلم مع واحد، مع ابويا. إيه، فقلت له شكلها كده هنصعد بالسيناريو اللي هو حصل ده. والله العظيم هذا حصل من اول، يعني من بعد ماتش سان داونز. والحمد لله كان. وربنا بس يكملنا على خير ونكسب الماتش الجاي. والنهارده روي فيتوريا اعلن عن قائمه منتخب مصر، منها 7 لاعيبه من النادي الاهلي. حاجه تشرف فعلا النادي الاهلي. اول انضمام لمروان عطيه. يستاهل الانضمام، لاعب مجتهد. انا فرحان جدا. اول انضمام من 2019 محمود عبد المنعم كهربا، حاجه كده. يا جماعه الراجل ده جايب 8 اهداف 7 اهداف وعامل 3 اسيست. مين لاعب مين في غير باستثناء صلاح في القائمه كلها عمل الرقم ده من المساهمات؟ لا لاعب ده خلال تحركاته خلال مهاراته وفنياته. لا لاعب هو احنا عايزين ده كده لاعب 100. هيبقى اضافه قويه
قويه جدا لخط الهجوم بتاع منتخب مصر. اللي علامه الاستفهام الوحيده بس حسين الشحات. هي ما كانتش اصابه، يعني هو اتصاب ما كملش 10 ايام اسبوعين. ف 100 علامه استفهام على عدم انضمام حسين الشحات لقائمه منتخب مصر. على لو كنت ضمه يقدر يلعب جناح يمين ويقدر يلعب الناحيه الثانيه جناح شمال. آه، برضو اللي انا زعلان عليه برضو في القايمه، انا بتكلم في القايمه بغض النظر عن اهلي والزمالك، والله محمد عواد صعبان عليه الصراحه، لانه كان عامل اداء كويس وكان المفروض ياخد فرصه. آه، محمد هاني باك يمين، وهشام صلاح بتاع الاتحاد السكندري كويس، والناحيه الشمال باك شمال فتوح محمد حمدي حاجه ما شاء الله، عبد المنعم وحجازي وعلي جبر واسامه جلال. وخط الوسط حدث ولا حرج، قايمه كامله وقويه، ان شاء الله نكسب الماتشين الجايين. بس عايزين نختم بألف مبروك لمحمود عبد المنعم كهربا على الهاتريك الماتش اللي فات، وربنا كافئه وكرمه وانضم منتخب مصر، بغض النظر بقى عن الاشاعات اللي طلعت اللي هو مش هينضم وكده. الف مبروك لكهربا، والف مبروك طبعا للنادي الاهلي. الحمد لله والله، يعني ربنا كريم جدا، الحمد لله الحمد لله. ونتقابل في حلقه جديده ان شاء الله مع احمد ايهاب. السلام عليكم.